السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير في أحسن أحوالكم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا المصطفى. نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم الجديدة، قناة ليلى سبيس مع ليلى. اليوم جبت لكم روتين تنظيف قبل الشهر الفضيل. اليوم اخترت نخدم زوج صوالح نقصهم عليا من الطريق. تابعوني مليح مليح، خاصة اللي عندها ماشينة لافي صعب عليها انها تنظفها ولا فيها ريحة كريهة. نقول لك تابعي معايا هذا الفيديو راح ينفعك. واللي عندها لي فوتي تاع الصالون مسخين نعطيك حيلة وتدبيرة كيفاش تنقيهم. انا خليت الماشينه لافي تاعي اكثر من شهر باش اكسبري ندير معاكم هاد لا روتين كيفاش نظفوا ماشينه لافي. شوفوا لي تيغوار تاع لي برودوي كيفاه راه مبروق مبهدل، تقولوا هاد المراه وين كانت. اون توليكا رايحين نباشروا تنظيف، عملية تنظيف هاد الآلة، ماشينة ماكينة غسل الملابس، آلة غسل الملابس. نحتاج بيكربونات دي صود، ونحتاج كذلك الخل الأحمر ولا الأبيض هذاك تاع الليمون ما يهمش. المهم لو كان تلقاو الخل الطبيعي يكون أحسن وأحسن، ينظف جيدا. كيما راكم تشوفوا معايا لهنايا، شوفوا الطنبور الداخل كيفاش درت له الخل. كاس خل مع ملعقتين كبيرتين من البيكربونات دي صود. و في القجر نفس الشيء، في التيغوار يعني في الدرج هذاك تاع اللي نحطو فيه لي برودوي تاع، درت مقدار كاس تاع خل مع بيكربونات دي صود، نفس الكميه اللي لتحت نحطها لفوق، وندير لها غسيل ذاتي كما راكم تشوفوا معايا. 90 درجة مئوية، ونخلي سرعة الدوران 800 دورة في الدقيقة. لا يهم بعد اللي كملنا انتو نبازيو بزاف بزاف على هادو لي جوان، هما اللي يشدوا الريحه. وشتوا لي هادوك السبائك البلاستيكيه الكري، هادو الطوال اللي داخل الطنبور، هادوك تاني لازم يتنحاو. هادوك نحاهم الزوج، عاوني فيهم باسكو ما نقدرش نحيهم وحدي. ونظفناهم مليح مليح وعاودنا بلاصيناهم. شوفوا لي لهنا الكوارث، هنايا ثاني درنا نفس الشيء بنفس البرودوي اللي نقينا به الداخل والدرج، نقوا به مكان الدرج من الداخل. يعني هادو العوامل كامل، هاد الأماكن كامل كي تكون متسخة تعطي رائحة كريهة في الملابس، ولو أنك تستعملي يعني منتجات غسيل تكون من النوعية الرفيعة ولا ماركات عالمية ولا حاجة شابة بزاف، ما غاديش تشمي ريحتها كيما لازم، راح تغلب عليها الرائحة الكريهة اللي في آلة الغسيل. خاصة نبهكم على هذاك الدرج اللي يجي أسفل غالة آلة الغسيل عفوا، هذاك فيديوه ما تخلوش يلحق السمانة، عشاك فوا فيديوه. وما تنساوش تفتشوا الجيوب، هذا هو الدرج اللي قلت لكم عليه، تفتحوه وتفيدوه. وما تنساوش يعني الملابس قلبوا الجيوب مليح، خاصة تاع الأطفال. هذا قلم ملون، هذه حاجة بيا مش عفانة. الجيوب قدر يكون فيها قطع نقدية، اون سي جامي واش يكون. هذوك كامل يخرجوا لكم من تحت في هذاك الدرج، تلقاو كامل كوارث ثما، وتقولوا علاش لا ماشينه لافي تاعنا ماهيش تعصر مليح، راهي دير رائحة كريهة. الباب قادر ما تغلقوهش مليح يقعد يسيل. فيها أعطال كثيرة الماشينة، لازم نستحفظوا عليها. لهنا أنا نستعمل هذا سائل غسيل الملابس فافو بألوانه رائع جدا. شوف من ناحية النظافة، من ناحية الرائحة، من ناحية أنه يشد معايا، اقتصادي جدا. شوف هذه يعني العبوة الكبيرة راه فيها 5 لتر، ديرنا وقيله فايت 60 ولا 62 غسلة. هنا عندي ليونور، هذا ادوسيسون ولا منعم ملابس ومعطر الملابس. هذا راه عندي نديرو يعني غيبوشون غطاء واحد نعمروه، وعلى حسب الوزن تاع الألبسة اللي دايرتهم في الآلة. يعطينا رائحة جدا طيبة غنية عن التعريف. لونور. وعندنا واش عندنا تاني، عندنا واحد الصابون حبيبات، هذا كي لا درتو سرابت ولا فراشات ولا استعملوه.
ثاني ينظّف ويعطي رائحة زكية للملابس، وإحنا واش نحبّوا غير الريحة الزينة. هذا فيما يخص آلة الغسيل، يعني صيانة وعناية بآلة الغسيل وتنظيفها. نجو للكارثة العظمى، الصالون، الدار اللي فيها الدراري ولا يجوك ضياف وتجيبوا ولادهم معاهم، ولا أنا مرحبا بالضياف كامل بيهم بولادهم حتى بالكتوطة تاعهم مرحبا بيهم. برك شوفوا لي الصالون سورتو كي تكون هذه لا كولور اللي يبان فيها الوسخ بالخف، يعني تعاني معاها باش تنظفيها. نعطيكم واحد البرودوي شريته من ميسوني من الجزائر العاصمة، واحد راه ملمع في ميسوني ديجا على الدخلة تاع ديك الزنيقة تلقاوه عنده كلوار طويل داخل الحانوت واسع. هذاك شريت من عنده هذا البرودوي، وين ما تلقاوه اشروه ننصحكم به. وهذاك الصابون اللي شتوني قطعتين تاع الصابون هذوك ديتاشون، شوفوا لي هذا ديكاب تابي اي موكيت، شوفوا action rapide et vraiment action rapide جاي موس هو موس اكتيف. شوفوا شي نيتوايي كامل لي كوسان كنابي لي موكيت لي تابي كلش ما شاء الله. استعملوه بحذر برك، هذا مكان ما تخلوش في متناول الأطفال. ترجوا هذيك القارورة تمخدوها كيما نقولوا تاجيتوها مليح ومن بعد تابليكو لاموس هذيك على الاماكن المتسخه وتخلوه يقعد من 10 دقائق حتى لربع ساعه. تشوفوا هذيك لاموس بدات تروح كامل، بيان سور مع الهواء كل شيء تروح، بس خلوه هذاك الوقت. انا كملته كاع، كنت نظفت به ما قبل، نظفت به تابي وكملته ما بقاليش بزاف، كملته على لي فوتي كما راكم تشوفوا الاماكن المتسخه، ونستعين بهذا المنشفه كما راكم تشوفوا ونظف الكنابي تاعي ولا الفوتي تاعي. ودوك نوريكم هذوك قطعتين تاع الصابون، انا كان زوج في فرنسا جابهم مع داك ليونور ومع دوك الحبيبات تاع الماشينه لافي اللي في القاروره الورديه. هادوك كيما سيدو تاعنا سي كيف معهمش حاجه، يعني ما كاش ديفيرونس، عاد جاب لي ربي سيدو تاعنا خير. هادوك تقدري تقطعي غير مرسو هكذا، مام سيدو ديري معاه نفس الطريقه. سيدو الوردي هذاك الصابون الوردي تقطعي مرسو تذوبي في ماء ساخن تخليه في قرعه، اشاك فوا يعني تفابوريزي المكان اللي تحبي تنظفيه، خاصه اذا كان من قماش ولا هكذا لي فوتي، وسورتو لي فوتي اون تيتاش ينظف تري بيان. انا جربته هذا اللي جابوا لي من فرنسا، جربته والله غير نفعني ما شاء الله. هذا هو اللي راكم تشوفوا فيه، اللي عندكم يروحوا لفرنسا وكل شيء شدوا ديروا كابتور ديكران على هذا الصابون ووصوهم يجيبوا لكم. الريحه تاعو بزاف شابه، تدخلي للصالون تشميها صراحه. انا فروتيتو غير هكذا، حكيتو غير على الوجه، شمخت هذاك المكان تاع الفوتاي، شمختو كيما راكم تشوفوا بالشيفونه، وزدت فوقو بالصابون وخليته ان مومون، ومن بعد نرجع نمسح هذاك المكان ولا نحك هذاك المكان. غادي لي طاش يروحوا معايا بلمسه سحريه، 5 دقائق برك هاني نقول لكم يروحوا معايا لي طاش هذوك ما شاء الله. ونشلل ونعاود ونخلي الفوتي تاعي ينشف. تبغوا ديروا بالسيشوار، تبغوا تخلوا التيقي محلولين كيما تحبوا، كيما دروك راه برد الحال خاصكم ديروا بالسيشوار. فوالا ننصحكم. لي فوتي تبغوا تستحفظوا بهم استعملوا لي بلاد ولا استعملوا هذوك الاغطيه. انا ما صبت عبرهم الصراحه، والله ما صبت اغطيه عبرهم على الميزور تاعهم. لازمني نخيط ولازمني ندير كوموند ونخيطهم ونشري لهم القماش تاع لي بلادو يتباع سبيسيالمون ونديرو باش هكذا نستحفظ على الفوتي تاعي يبقى معايا مده طويله صالح للاستعمال. هنا جيت كافأت روحي، واش درت؟ ضربت فيها دوش بعد هذاك التعب، دللت نفسي على كل حال. كم تشوفوا لهنايا منتجات العناية بالبشرة وبالشعر، يعني لهذا جل دوش أنا المفضل عندي لبتي مارسي يعني بنكهة اللوز. وهذا نصيبي هذا يعني هذا قماش تاع الكور، هذا ماسك تاع الشعر، هذه العلامه نستعملها شامبوان وابخي شامبوان، وهذا الماسك تاع الشعر. شوفوا لي هذا القماش، شوفوا ما تحوسي على كياسه، تحوسي على جلدوش، ما تحوسي على والو.
وجيت لهنا الجوع كتني، السكر هبط لي. جيت هذا الزبدة الطبيعية، طبيعية جدًا صحية جدًا، لهنا نوتيلا ما فيهاش مانع أني ندلل لنفسي، وقطعتين من بارميزان، جبن، وفنيجة القهوة. الله الله، وقلعت التعب وقلعت الستريس وطاقة إيجابية كي نكون منقية دويرتي ودايرة فنيجة القهوة هكذا ونستغل ووحداكا بسم الله. واش نقول لكم، دللي نفسك يا سيدتي بأبسط الأشياء، يا لو كان قهوة ملقمة مش مشروط تحطي كامل داك الشيء، المهم تحسي براحة وطاقة إيجابية بعد تنظيف. سورتو كي تكون حاجة ثقيلة ونحيتيها من الطريق والله غير تفرحي. نقول لكم ما تنساوش تخلوا لي آراءكم عبر التعليقات، وتخلوا لي لايك حلو كيما نتوما يا الحلوات، وإلى فيديو مقبل بحول الله تعالى. السلام.